عارف اللحظة اللي بتتعصب فيها؟ اللحظة اللي بتحس انك مولع من جوه ومش شايف قدامك. هي دي اللحظة اللي الشيطان بيستناها منك. مش بيستناك تضرب ولا تزعل، هو بس عايزك تنسى انك مؤمن. الغضب بيخليك تقول كلام عمرك ما كنت هتقوله وانت هادي، تتصرف تصرفات ممكن تكسر قلوب ناس بتحبك وتخسر احترامك لنفسك بعد دقيقة واحدة بس. اللي يوجع إنك ساعات بتغلط في أقرب الناس ليك، أمك، أبوك، أخوك، صاحبك اللي واقف جنبك، تزعق وتتكلم بطريقة توجع، ولما تهدى قلبك يتقطع ندم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني القوي مش اللي يكسب خناقة، القوي اللي يكسب نفسه وهو بيغلي. جرب المرة الجاية لما تتعصب، قبل ما تتكلم اسكت، قبل ما ترد خد نفس، قبل ما تنفجر قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمكن الكلمة اللي هتسكت عنها هي اللي هتنقذ علاقة كانت هتبوظ، ويمكن الصبر اللي هتمسك فيه هو اللي هيرفعك عند ربنا. الغضب مش دليل انك قوي، الغضب بيفضح ضعفك، لكن اللي يعرف يسيطر على نفسه ده فعلا اللي عنده قوة. سيب الشيطان يخسر المرة دي وخلي ربنا يفرح بيك، وما تنساش تصلي على النبي. سلام.